صباح الخير. فيديو النهاردة بقى هو اكتر اكلة انا بحبها في حياتي، وهو المحشي، وبالذات ورق العنب. وبما ان بيقولوا عليا ان انا استاذة في المحشي، فتعالوا اقول لكم بقى على التريكات بتاعتي اللي هتخليكم تاكلوا احلى محشي ورق عنب في حياتكم. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة هنحتاج بقى شوية زيت حلوين كده، حوالي نص كوباية، عشان نظبط التسبيكة بتاعتنا. مهم جدا يكون كمية الزيت كويسة. هضيف بقى بصلتين كبار متقطعين مكعبات صغيرة او مفرومين، وهنقلب بقى لحد ما البصل يدبل وياخد معانا لون اصفر حلو. لو عايزين تظبطوا تسبيكة المحشي حلو، ما تحطوش الصلصة والبصل لسه لونه ابيض، خلوه ياخد اللون الذهبي ده، هتطلع معاكم التسبيكة مظبوطة جدا. يبقى دي اول خطوة عندنا عشان نطلع تسبيكة مظبوطة، ان احنا نحمر البصلاية كده لحد لونها ما يكون ذهبي. ما تخلوهاش تحمر اكتر من كده او يبقى لونها بني عشان طعمها ما يمررش. هننزل بقى بمعلقتين صلصة كبار، وهنقلبها بقى مع البصل. عايزينها تتقلب كده وتتحمر مع البصل وتدي اللون بتاعها قبل ما ننزل بالطماطم المضروبة، بتفرق برضو في لون التسبيكة. هنديها بقى تقلبتين كده مع البصل لحد ما لونها يظهر بالطريقة دي كده. بعد كده هننزل بالطماطم المضروبة في خلاط. معايا كيلو من الطماطم مضروب ومش متصفي. انا عامة في اي نوع من المحاشي مش بصفي الطماطم خالص، بضربها بحطها زي ما هي، بتفرق معايا في اللون وقوام التسبيكة كمان. هنضيف بقى الملح بتاعنا. هضيف على الكمية دي معلقة ونص صغيرة ملح، وحوالي نص معلقة صغيرة فلفل اسود. المحشي مش بيحتاج بهارات كتير، وبالذات الورق عنب. بضيف ملح وفلفل اسود بس، ومكعب مرقة اختياري لو حابين ضيفوه، ولو مش حابين ممكن تستغنوا عنه، بس هو اساسي عندي في اي تسبيكة للمحشي. هنغطي بقى ونسيبها لحد ما تغلي، طبعا على اعلى درجة حرارة كده. بعد ما غليت هنسيبها بقى لحد ما تتسبك خالص، مش عايزة فيها اي سوائل، لحد ما الدهون تطلع على الوش، لحد ما تلاقي الزيت كده طلع على وش التسبيكة وما فيهاش اي سوائل. شايفين الكمية قلت النص او يمكن اقل من النص كمان. ولما بنيجي نقلبها كده ما بتلاقيش فيها اي سوائل بتنزل خالص. ده السر بقى اللي بيخلي تسبيكتك مظبوطه. في ناس بتشتكي ان مهما بيحطوا كميه طماطم او صلصه طماطم، الخلطه بتاعتهم بتكون فاتحه، مش بيكون لونها احمر غامق، وان مجرد ما بيحطوا الرز على التسبيكه بيلاقوا كميه ميه كتير قوي نزلت فيها، مع انهم بيكونوا مصفين الرز كويس ومش عارفين العيب فين. لازم التسبيكه تبقى بالشكل ده، ما يكونش فيها اي سوائل. هنشيل بقى معلقتين كده على جنب، دول اللي هنضيفهم على الشوربه واحنا بنسقي المحشي. مش هنحط صلصه من البرطمان كده على طول، الطريقه دي بتفرق جدا في طعم المحشي. هنضيف بقى 4 كوبايات من الرز مغسولين ومتصفين كويس جدا بالشكل ده، مفهومش ولا نقطه ميه. هنقلبهم بقى كويس قوي مع التسبيكه بتاعتنا. عايزين الرز كله يتغلف بالصلصه الموجوده، وطبعا بنقلب ولسه الحله على النار ما شلناهاش. هنقلب وشايفين مفيش ولا نقطة مية بتنزل منها. الرز هيشرب التسبيكة دلوقتي، وهتلاقوا اللون بتاعه مظبوط جدا. وطبعا بقى ورق عنب يعني دبس رمان. هنضيف معلقتين كبار من الدبس الرمان، بيفرق قوي في طعم الورق عنب بالذات. وقرن فلفل رومي متقطع مكعبات، لو حابينه حامي ممكن تضيفوا فلفل حامي. الاول ما كنتش بضيف فلفل خالص مع خلطة المحشي، كنت بعتمد ان انا بعمل محشي فلفل عادي مع الاصناف التانية. بس لما بقيت بضيف الفلفل في قلب الخلطة بيفرق جدا في الطعم، وبيخلي ريحة المحشي خطيرة. شايفين الصلصة مع الرز اخد لون حلو قوي واندمجوا كويس مع بعض. خلاص هنطفي بقى ونضيف الخضرة. خضرة المحشي المظبوطة يعني شبت وبقدونس وكزبرة. معايا حزمة من كل حاجة فيهم متقطعة صغيرة. والاساسي بقى في الورق عنب النعناع، نعناع مجفف او فريش. انا كان عندي نعناع فريش، حطيت حوالي معلقه كبيره متقطع صغير خالص. واخر خطوه عصير 2 ليمونه عشان مزازه الورق عنب. دبس الرمان وعصير الليمون لما بيضافوا في خلطه المحشي بيخلوا محشي الورق عنب المزازه بتاعته خطيره. مش بس نضيفهم على الشوربه في الاخر واحنا بنسقيه، لا، انا بضيفهم كمان في خلطه الرز، بتفرق جدا في طعم المحشي. والكميه دي هتكفي نص كيلو ورق عنب. كده خلاص قلبناهم كلهم كويس جدا مع بعض. شايفين شكل الخضرة مع الرز جميل جدا. الخضرة مش قليلة، الصلصة مش قليلة، كل المكونات مظبوطة بالملي. هجيب بقى طبق غويط وافضي فيه الخلطة بتاعتي. ممكن بقى تسيبوها تبرد شوية عشان تعرفوا تحشوا، بس انا عن نفسي هقلبها تقلبتين كده وهبدأ احشي على طول عشان التصوير. شايفين شكل الخلطة ولا ريحتها يا جماعة؟ بجد تهبل تهبل من قبل ما نحشي حتى. نيجي بقى لخطوة الحشو.
طبعا في ناس بتحب تحشي الورق عنب على ايديها كده بسرعه، وانا بحب احشيه على ايديا، بس الخطوه دي بتطلع المحشي شكله متساوي ولحد ما كل الصوابع شبه بعضها. بنفرد كده الورق كذا ورقه كده قدامنا، ونبدا نحط بمعلقه كميه الحشو عشان تكون متساويه بينهم كلهم. هنقفل بقى الجنبين على بعض بالطريقه دي، ونلف بقى من غير ما نعمل اي حاجه. لو في اي زيادات بس في الجناب بنلمها معانا. شايفين شكله مظبوط ازاي؟ بنتني الجنب اليمين والشمال على بعض وبنلف رول كده بس، كأنك بتعمليها في مكنة بالظبط. مفيش اسهل من كده، دي اسهل طريقة تلفي بيها ورق العنب ومش بياخد وقت خالص. بتفردي كذا ورق قدامك وتخلصي الكمية كلها مرة واحدة، وطبعا بيبقى في العزومات بقى بيبقى شكله حلو، بيطلع معاكي الورق عنب كله شكل واحد. هنعمل كمية تاني مع بعض. بنفرد كده الحشوة بنوزعها جوه، وبنتني الطبقة اليمين والطبقة الشمال على الرز وبنلف على طول كده قدامنا، مش بنعمل اي حاجة تاني. انا ما حبيتش اوريكم طريقه لفه على ايدي لان في ناس ممكن تتلخبط، فدي اسهل طريقه تتعلموا بيها لف الورق عنب لو لسه اول مره تعمليه. شايفين السهوله؟ مفيش اسهل من كده في الحشو. الخطوه دي بقى مهمه، ان احنا بنحشي على الناحيه الخشنه مش الناحيه الناعمه اللي هي الظهر. الظهر ده بيكون لتحت، والناحيه الخشنه هي اللي فوق اللي بنحط عليها الرز. ولما تيجي تشتري ورق العنب اشتري اللي لونها فاتحه، ده اسمه ورق عنب بناتي. بتكون الورقه صغيره كده ولونها فاتح، ودي بتكون مزه وجميله في الحشو، احلى من الورقه الغامقه والكبيره. خلصت بقى كميه المحشي كلها، هبدا ارصها في الحله، وطبعا ترصوها بالطريقه اللي تعجبكم. انا حبيت اعمل الشكل ده عشان كنت عايزه اقلبها في الاخر، بس الاسهل عليكم اعملوه. انا بحب احشي الكميه كلها واحط في حاجه جنبي كده، وبعد ما اخلص ارصه كله مره واحده في الحله عشان ما اخدش وقت كبير ان انا احشي وابص في الحله وارص. كده بيكون اسهل. خلصي الكميه كلها وبعد كده رصيها في الحله. هنضغط بقى كويس وهنقفل الوش كله. لو في بقى عندك متبقي اي ورق عنب زياده اقفليه بالوش زي كده. وهنحط كمان طبق او اي حاجه تقيله اقفلي بيها الوش كده عشان يحافظ على شكل الرصه لو انت عايزه تقلبيه. دي بقى حوالي لتر من الشوربه لسه طالعه سخنه حالا. لو مش متاح عندك شوربه ممكن تحطي مكعب مرق او ميه. دي بقى الصلصه اللي كنا شايلينها على جنب هنضيفها بقى، ودي هتفرق جدا في طعم المحشي ولونه احلى من الصلصه المعلبه. هنقلبهم. وهنضيف شويه دبس رمان حوالي معلقه كبيره، معلقه لمعلقتين. وهضيف حوالي معلقتين كبار زيت، وعصير 2 ليمونه. هنقلبهم بقى كويس وهنسقي بيه المحشي. هنسقي لحد ما كمية الشوربة تغطي وش الورق عنب، مش عايزينه اقل من كده، احنا عايزين يكونوا طري ودايب. هنضيف حبة ونستنى لحد ما يتشرب كمية الشوربة اللي نزلت، وهنشوف محتاجة قد ايه تاني وهنرجع نزود تاني. عشان لو بتحتاروا هنحط كمية شوربة قد ايه المعيار المناسب. مفيش معيار محدد لكمية الشوربة، انتي بتحطي على حسب الكمية عندك. الحلة هتاخد شوربة لحد قد ايه، انتي عاملة كمية قد ايه. انا حطيته وعماله احط وبيحتاج تاني. هفضل ازود لحد ما الاقي كميه الشوربه فوق اول صف عندي من المحشي. الكرنب بياخد الشوربه لحد تحت اول صف، يعني الشوربه ما تطلعش على اول صف من محشي الكرنب. فطبعا كل نوع بيختلف. الورق عنب لازم تكون الشوربه مغطيه يدوبك اول صف، مش عايزينها كتير قوي. هنغطيه بقى ونسيبه على نار عاليه لحد ما يغلي. كده خلاص غلي معايا. هنوطي بقى ونسيبه يستوي براحته لمدة ساعة. مش هنسيبه على نار عالية، هنوطي خالص ونسيبه يستوي على راحته خالص لحد ما يتشرب كمية الشوربة دي كلها ويستوي معانا. وبعد السوا مش بنفتح عليه على طول. خلينا متفقين ان محشي الورق عنب مش زي الكرنب او المحشي المشكل، لازم بعد ما يستوي نسيبه يهدى خالص عشان لما نفتح عليه يكون لونه فاتح وجميل. ورق العنب لو فتحنا عليه وهو لسه سخن لونه بيسود. في ناس كتير بتشتكي ان ليه الورق عنب لونه بيبقى اسود بعد السوا. كده خلاص استوى معانا بعد ساعة. هنغطي وهنسيبه لحد ما يهدى خالص، مش هنغرفه دلوقتي. لو طلعتوه غرفتوه لسه سخن كده مطلع بخار هيسود خالص منكم. سيبوه يهدى خالص، هيطلع لونه جميل وشكله كمان حلو قوي. هنا ما كانش عدى حوالي ساعة، يعني انتوا احسن حاجة سيبوه يهدى حوالي ساعة، هيكون لسه دافي وطعمه حلو. ده انسب حاجة لورق العنب، ما بيتاكلش سخن قوي زي بقية المحاشي.
هنا كان عدى حوالي نص ساعة بس، كان لسه سخن شوية، بس كان برضو لونه حلو عشان سبته يرتاح، ما طلعتوش مجرد ما طفيت عليه. الخطوة دي لو انتم مهتمين بشكل ولون المحشي في الاخر، لو مش مهتمين وجعانين افتحوا وكلوا على طول. بس شايفين بقى شكل التسبيكة ولون الصلصة عاملة ازاي؟ هنا بقت جاهزة معانا، هنقلبها بقى مع بعض. وطبعا الوصفة دي انا كنت عاملاها احتفالا بال50,000 متابع على الانستجرام. اتمنى ان انا اوصل الرقم ده على اليوتيوب والفيسبوك كمان. انا فكرت فيها ان انا اعملها كاكتر حاجة بحبها بدل التورتة، وعملتها واحتفلت بيها. وشكرا لكل حد عجبته وصفاتي وتابعني. اتمنى ان اوصل للرقم ده قريب جدا على اليوتيوب والفيسبوك. هستنى جدا ان انتوا تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي رأيكم. انا واثقة ان هي هتكون اكتر طريقة هتعجبكم للورق عنب.